السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم ضيافة أسماء. كنتمنى هذا الفلوق يلقاكم في أفضل الأحوال. احنا اليوم حطينا الرحال في مدينة جديدة، المدينة اللي ألهمت الأدباء والشعراء، كتبوا فيها قصائد وما فوش حقها. المدينة اللي كتعتبر من أقرب المدن الإفريقية العربية لقارة أوروبا، كتميز بالإطلالة ديالها على واجهتين بحريتين، المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. المدينة اللي جمعت في الجمالية ديالها بين البحر والمحيط، بلا شك عرفتوها. احنا اليوم كنتكلموا على مدينة البوغاز أولا عروس الشمال. مرحبا بنا جميع في مدينة طنجة. كيف كتشوفوا هنايا وصلنا لمحطة القطار. تقريبا استغرقنا مدة ساعتين من مدينة الدار البيضاء لمدينة طنجة بالبراق. طريق ما كتحسوش بها نهائيا، كتغمض عينك تحلها انت في طنجة. قاد البراق شوية الوقت. بالنسبة للأصل التسمية ديال المدينة، تضاربت الروايات حول أصلها، فمن قائل أن سفينة نوح عليه السلام رست بجبل طنجة مباشرة بعد الطوفان، فأرسل النبي نوح عليه السلام حمامة لاختبار مدى انحصار الماء، وملي رجعت لقاو في المنقار ديالها بعض الآثار ديال الطين، فصاح النبي عليه السلام وهو يقول الطين جاء، وتدرجت الجملة حتى أصبحت كلمة طنجة. الأساطير الإغريقية والرومانية تذكر أن صراع نشب بين هرقل رمز القوة البحرية وبين العملاق أنطي زعيم البوريين، انتهى بانتصار هرقل وزواجه من أرملة أنطي المسماة طنجة، أنجب منها صوفاك الذي بنى مدينة سماها طنجة تخليدا لذكرى أمه. إلا أن الأقرب إلى الصواب هو ارتباط الاسم بالسكان الأمازيغ الأصليين، فقد اكتشفت الأبحاث الأثرية قطع للنقود تعود إلى عهد الفينيقيين ورد فيها ذكر اسم طنجة بلفظ طينجا، التي تقترب إلى الكلمة الأمازيغية تينجي، واللي كتعني في اللغة الأمازيغية الواقعة في المرتفع، ولهذا تسمت مدينة طنجة بطنجة العالية. مدينة طنجة رائعة بزاف، الأزقة نقية، وكيف كتشوفوا هنايا هاد المسجد، هذه هي أول حاجة ثارت الانتباه ديالي فاش جيت لطنجة، وأول حاجة سولت عليها. من بعد قالوا لي بأن هذا المسجد هو مسجد سوريين، لهذا الطريقة مختلفة طريقة البناء. وهنايا غادي نتوجهوا لمنطقة أشقار، وبالضبط منتزه بوهندية أو جبل بوهندية. كاينين هاد المعيزات هنا سارحين، وكيف كتشوفوا هذا هو الجبل، بلاصه زوينه فيها الكراسه، فيها الانسان فين يقدر يجلس يخرج وليداته. المهم بالنسبه لهنا كيبان لكم واحد بحال مغاره، هي راه ماشي مغاره، راه لداخل ما كاين والو، كاين غير كريسيات، والفوق هذاك هو الجبل ديال بوهنديه. تسمى بهذا الجبل لان فوق منه كتنوض الهنديه اولا الكرموز ديال الشوك، وسموه بجبل بوهنديه. جا على البحر كيف كتشوفوا في الفيديو. أي سر فيك يا طنجة، أي سر فيك، قلبي سافر ليك ومرجع، أي سر فيك، أي سر فيك يا طنجة، أي سر فيك، قلبي سافر ليك ومرجع، أي سر فيك يا طنجة يا عروسة البوغاز، كمن جاء تعزف الوجود، يا طنجة كل
ألغاز. أنغامك توحد البشر، تلغي الحدود. يا طنجة يا عروسة البغاز، كمنجة تعزف الوجود. يا طنجة كلك أسرار، كلك ألغاز. أنغامك توحد البشر، تلغي الحدود. كلك ضي ونور يا طنجة، وعندك زوج بحور. انتي باب الأمل يا طنجة، وانتي باب العبور. كلك ضي ونور يا طنجة، وعندك زوج بحور. انتي باب الأمل يا طنجة، وانتي باب العبور. كيف كتشوفوا هنايا المنتزه رائع والدنيا نقية، وهنا واحد الإطلالة بانورامية ما نقولش لكم، الطبيعة والبحر والجبل. طنجة فعلا جمعت بين البحر وبين المحيط